طلاب تالتة ثانوي الغاليين، سنتر واونلاين، يومك حلو وجميل. دي محاضرة في غاية الأهمية، محاضرة هتحل بيها أسئلة كمية رهيبة فظيعة من الأسئلة. حصة بص مهمة، ركز فيها جوي واسمعها مرة واثنين وثلاثة وأربعة. حصة فيري امبورتنت. إيه الحصة دي يا دكتور؟ اسمها الوضع الصحيح للتشريع. عايزين نعرف ده يمين ولا شمال، ده فوق ولا تحت، ده منظر أمامي ولا منظر خلفي. مهمة جوي المرحلة دي. بصوا يا شباب، في حاجه اسمها الوضع الصحيح للتشريح. ايه الوضع الصحيح للتشريح؟ الوضع الصحيح للتشريح ان انا واقف كده اهو، مديك وش كده اهو مثلا، وفارد دراعي كده اهو. ده اسمه الوضع الصحيح للتشريح. وانا فارد ايدي كده اهو، بحيث ان الكعبره والزند يبقوا متوازيين. لكن لو انا لافف ايدي كده اهو، ده وضع غلط، ده مش صح للتشريح. الوضع الصح ان العظام تبقى متوازيه مش متقاطعه، وانا فارد ايدي كده الكعبره هنا والزند هنا. لكن وانا لاففها ده غلط. فالوضع الصحيح للتشريح ان انا ابقى فارد ايدي كده اهو، فده اسمه وضع صحيح للتشريح. بيجيب لك اسئله يقول لك ده يمين ولا شمال، امامي ولا خلفي. اول خطوه لازم تعرفها، المنظر اللي مديهولك ده منظر امامي ولا خلفي. واحد مديك وشه ولا واحد مديك ظهره. يبقى واحد مديك وشه زي كده اهو، ولا واحد مديك ظهري زي برده كده اهو. قبل ما نبدا ونلغي وده كله، يبقى انا اول حاجه اعرفها منظر امامي ولا خلفي. عرفت يا دكتور؟ عرفت امامي ولا خلفي؟ وانت هتعلمها لنا وانا عارف، انا واثق فيك هتظبطها لنا. طب ماشي يا دكتور، وبعدين بص بقى الحته دي مهمه. وانا مديك وشي اتجاهاتنا عكس بعض، يعني ايد اليمين قصاد ايديك الشمال، وراجع معايا عشان تقول مش بكدب عليك، وايد الشمال قصاد ايديك اليمين، فاحنا اتجاهاتنا عكس بعض. وانا مديك وشي يميني شمالك، شمالي يمينك، يميني شمالك، شمالي يمينك، احنا عكس بعض. لكن لو انا مديك ظهري، يميني يمينك، شمالي شمال، احنا زي بعض. لو انا مديك ظهري يديك منظر خلفي ليا، فاليمين بتاعي هو يمينك، الشمال بتاعه هو شمالك. فعشان كده بنقول في المنظر الخلفي، خلفي هو امامي، يبقى العكس. خلفي هو احفظوا زي اسم، الخلفي هو امامي، يبقى العكس. واحنا في وش بعض احنا عكس بعض. لكن وانا مديك ضهري احنا زي بعض. خلفي هو امامي، يبقى العكس. يلا بقى نبدا، وحصه فيري امبورتنت. ركز، هطلع استاذ يمين وشمال. طيب، اولا لو انت شفت جسم الفقره ظاهر، يبقى ده منظر امامي، لان جسم الفقره ده جزء امامي. طب لو انا شفت النتوء الشوكي، يبقى ده منظر خلفي، لان النتوء الشوكي عباره عن زائده خلفيه مائله الى اسفل، يكون لورا. فاول حاجه لو شفت جسم الفقره امامي، شفت النتوء الشوكي يبقى خلفي. تمام. حلو يا دكتور. جايب لي ها بالمنظر ده، وعايز يعرف ده ضلع يمين ولا ضلع شمال. يا نهار ابيض. اول خطوه بنعرفها، ده منظر امامي ولا خلفي؟ جسم الفقره في وشك، يبقى ده منظر امامي، ده منظر امامي. احنا قلنا الخلفي هو امامي، يبقى العكس. الضلع ده يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، ده منظر امامي، يبقى هنعكس. اكتب كده هنعكس بين قوسين كده، هنعكس الضلع ده. وانت قاعد دلوقتي بتتفرج على المحاضره بتاعتي، على ايديك الايه؟ هتقول يا دكتور على ايدي الشمال، يبقى ده ضلع يمين. يبقى بما انه على ايديك الشمال، يبقى ده ضلع يمين. الخلفي هو امامي، هو العكس. امامي بيبقى العكس، امامي بيبقى ايه؟ العكس. يا دكتور مش فاهمها قوي. طب بص، انا هرسم لك راجل كيوت اهو، مديك وشه، ده وشه اهو، ده الراجل ومديك وشه. تفتكر الضلع ده الراجل ده لو انا سالته قول لي دراعك ده ايه وده ايه، هيقول لي ده الدراع الايسر بتاعي، وده الدراع الايمن بتاعي. اها زي الشمال وادي اليمين، ادي الاتجاهات بتاعته. الضلع ده يركب في الناحيه الشمال ولا يركب في الناحيه اليمين؟ لا، يركب في الناحيه اليمين. بص هتلاقيه ينفع يمين فعلا، ما ينفعش شمال. شمال هيبقى الفقره كده والضلع كده اهو، ده هبل كده. يبقى هو فعلا بص يركب فعلا في اليمين، يبقى ده ضلع ايمن. صعبه دي؟ طب ما فهمتهاش قوي، اللي جايه تفهمها. خلاص، يبقى احنا عرفنا ده منظر امامي، ده ضلع ايمن. مين ايمن ده؟ هو اسمه ايمن. طيب ايه ده النتوء الشوكي، يبقى ده منظر خلفي. والقاعده بتقول الخلفي هو. دلوقتي الضلع ده وانت قاعد بتتفرج على الحصه على ايديك الايه؟ اليمين، يبقى ده ضلع يمين، ده ضلع ايمن، لان الخلفي هو يا دكتور مش فاهم. ما احنا قلنا لو منظر خلفي نفس اتجاهات ايديك، ده منظر خلفي، فالضلع على يمينك، فده ضلع يمين. طب يا دكتور ارسمها لي بطريقه ثانيه. لو انا رسمت لك واحد مديك جفاه، ده لا مؤاخذه الجفا بتاعه والرجلين خلاص، ده كده مديك ظهره، يعني ده اليمين بتاعه، ده ايمن بتاعه، وده ايسر بتاعه. شوف كده الضلع ده يركب فين؟
يركب في الايمن ولا الايسر؟ هيركب في الايمن. بص تلاقيه يلف اللفه دي صح، لكن في الايسر مش هيبقى شكله، مش هيبقى راكب، فهو يركب فعلا في اليمين ويلف اللفه كده اهو بتاعته، يبقى ده ضلع برضو ايمن، يبقى كده ده ضلع ايه؟ ايمن. طيب ابص مع دراعه اليمين، فده ضلع يمين مش مع دراعه الشمال. طيب يبقى ده ضلع منظر خلفي لضلع ايمن برضو. يلا طب نشوف دول مع بعض يا شباب. برضو نفس القصه، هنا ده جسم الفقره، يبقى ده منظر ايه؟ امامي، لان انا شايف جسم الفقره. احنا قلنا الخلفي هو امامي، يبقى العكس، يبقى كده هنعكس. لو هنحل كده من غير ما نرسم يبقى هنعكس. الضلع دلوقتي وانت قاعد على ايديك اليمين يبقى ده ضلع ايسر، يبقى خلي بالك ده ضلع ايسر. طب يا دكتور فهمنا، ارسم لنا بقى، عايزين نرسم. ادي رسمنا راجل مدينا وشه اها، ده كده الراجل مدينا وشه. يا عم دي دراعك الايه؟ اللي دي دراع الشمال ايسر، ودي دراعك الايه؟ دراع اليمين ده ايمن اهو. واقف كده اهو، فده ايسر وده ايمن عادي يعني. ده ماشي مع مين الضلع؟ بص بص ماشي مع الناحيه الشمال، يبقى ده ضلع ايسر. لو كان الناحيه الثانيه كنا قلنا ايمن، يبقى فعلا ضلع ايسر. طيب يلا اللي هناك دي، هنا ده النتوء الشوكي، يبقى ده منظر ايه؟ خلفي، يبقى بين قوسين خلفي هو زي ايديك بالظبط. ايديك دلوقتي ايديك ايه؟ الشمال، الضلع قدام ايديك الشمال، يبقى ده ضلع ايسر. ايسر يا دكتور عايز اتاكد، ارسم لي واحد بجفاه. يلا اهي بجفاه، ودي كده ايدي اليمين ودي ايدي الشمال زيها ايمن وايسر اهو. فالضلع هتلاقيه ماشي مع مين؟ بص ماشي مع الناحيه الشمال، يبقى ده ضلع ايسر. عايز ترسم ارسم، عايز تحلها زي ما انا بحلها كده الخلفي هو هتحلها براحتك انت. طيب دي اول حاجه. في ايه تاني؟ لوح الكتف، لازم ابقى عارف العظمه دي منظر امامي ليها ولا خلفي. لو لقيتها ملساء وناعمه يبقى ده منظر امامي وهي ناعمه كده اهو. لو لقيت فيها بروز، فيها نتوء طالع، يبقى ده منظر خلفي. المنظر النتوء بيبان من المنظر الخلفي، يبقى نتوءها ما يظهرش غير من ظهرها، يبقى نتوءها ما يبانش غير من ظهرها. لو انت شفت النتوء ده يبقى منظر خلفي، ما شفتش النتوء ناعمه يبقى ده منظر امامي. خلاص يبقى نتوءها يبان من ظهرها، يبقى لوح الكتف نتوءها هيبان من ظهرها. يلا شايف النتوء يبقى ده منظر خلفي، شايف النتوء يبقى ده منظر خلفي. ممكن اصلا تعرفها منين؟ من نتوء الشوكه. النتوء دايما النتوء من ورا، النتوء هيبان من ظهرها، فده منظر خلفي عشان النتوء ظاهر. تمام. طب بالمره يلا يمين ولا شمال؟ يلا ما احنا عرفنا ده منظر ايه ده يا دكتور؟ خلفي. الخلفي هو فاليمين يمين، يبقى دي الدراع اليمين، والشمال شمال، ده منظر خلفي. ارسم واحد بجفاه هيبقى زي ده الايمن بتاعه وده الايسر بتاعه، فاللي هناك ايمن واللي هنا ايسر، بس خلصت. ماشي. يلا ناعمة يبقى ده منظر امامي، ناعمة يبقى ده منظر امامي، بس كده اهو. فهمتوا؟ يلا نجيب دي شمال ولا يمين؟ احنا قلنا الامامي بنعكس، الخلفي هو امامي يبقى العكس. دلوقتي وانت قاعد على ايديك الايه؟ على ايديك الشمال، يبقى ده دراع ايمن، لان الامامي بيبقى العكس. يا دكتور مش مصدق، ارسم. ادي الراجل اهو مديني وشه، دي دراعه الشمال ودي دراعه اليمين بالمنظر ده، يبقى دي الدراع الايه؟ الدراع الايه؟ اليمين اللي هناك الشمال. طيب عايز ترسم ارسم. يلا ده ايه ده؟ ناعمة يبقى ده منظر امامي، الامامي بنعكس. يلا وانت قاعد دلوقتي العضد دي على ايديك، برافو، على ايديك الشمال، يبقى دي دراع ايمن. ارسم عشان تتاكد. ارسم واحد باصص لك بوشه دي ايه؟ دي شماله، دي الايسر بتاعه، ده الايمن لان هو مديني وشه. ماشيه مع مين دي؟ انا اسف، دي الدراع الايسر. الدراع دي ماشيه مع مين؟ ماشيه مع دي، ماشيه مع الايمن الناحيه دي، يبقى دي ايمن. ما تركبش هناك، واضح انها جايه يمين، يبقى دي دراع ايمن. ده منظر النتوء باين، ده منظر خلفي. الخلفي بنكتب هو وانت قاعد دلوقتي على ايديك، برافو، اليمين، يبقى ده يمين، يبقى ده خلف الذراع ايمن. ارسم يلا عشان تتاكد. ادي جفاه عشان اكدك دايما، ارسم احسن حاجه ارسم. ده اليمين وده اليسار. هنا ده ايه ده؟ ايه ده ماشي مع اليمين، يمين هنا اهو، اليسار هناك. بس ما تستصعبهاش، اهم حاجه تعرف امامي ولا خلفي وبعدين تحل. طيب ده مين ده يا دكتور؟ ده مفصل المرفق او مفصل الكوع. ده مفصل الكوع، ده مفصل الكوع. اعرف منين امامي من خلفي؟ لو انت لقيت التجويف بتاع الزند ده ما يبانش غير من ورا. التجويف ده قلت لك لما تفرد ايديك يبان من ورا، فده منظر خلفي.
لكن اللي مش باين منه التجويف ده منظر امامي، يبقى اللي باين فيه التجويف ده خلفي، اللي مش باين فيه التجويف يبقى امامي. خلاص سهله دي سهله دي. طب مين دي؟ دي معروفه خلاص، دي الزند. ودي مين دي؟ دي الكعبره. طب يا دكتور هنا مش باين، هعرف منين؟ التخينه الزند. احنا قلنا الزند تخينه من فوق رفيعه من تحت، الرفنطوعه دي الكعبره. يبقى التخينه دي زند تخينه، ورفيعه دي كعبره. صعبه دي، يبقى انا عرفت لو لقيت التجويف يبقى ده منظر خلفي، ما لقيتهوش يبقى ده منظر امامي. طب يا دكتور هعرف يمين ولا شمال ازاي؟ هقول لك ازاي. عن طريق العظمه اللي من بره، دايما ركز مع العظمه اللي من بره، الكعبره يعني، ركز مع الكعبره. احنا قلنا خلينا نحل دي سهله، احنا قلنا الخلفي هو دلوقتي الكعبره يا قلبي على ايديك الايه؟ على ايديك اليمين، يبقى ده خلفي ايمن. ده خلفي ايمن، منظر خلفي لذراع ايمن، الكعبره يمين يبقى هو يمين. خلاص. لو رسمت حتى الراجل ده اللي احنا بنرسمه كل مره اها، الراجل ده كده بسيط، ده منظر ايه؟ احنا قلنا خلفي، يبقى خليه خلفي. ده هو اليمين، ده اليسار. لو حطيناهم هنا دول فعلا هتلاقي الكعبره بره، لكن لو حطيناهم هنا في الشمال هتلاقي الكعبره جوه، ما ينفعش الكعبره بره فيمشي مع اليمين فعلا، فهو ايمن. لو انت خدت دي وحطيته هناك الكعبره بره صح، لكن لو ركبتها هنا ما تنفعش لان الكعبره هنا جوه، ما تنفعش. انت مشيها بالطريقه الاولى اسهل، امامي يبقى العكس. الكعبره دلوقتي على ايديك الايه يا قلبي؟ على ايديك الشمال، يبقى دي ايمن برضه، لان في الامام بنعكس، خلفي هو امامي يبقى العكس. الكعبره شمالك يبقى ده يمين. طب يا دكتور اثبت لي، اكد لي. احنا قلنا منظر امامي، نرسم راجل بعينينه اهو. مش عارف انا اللي بعمله فيه ده حرام والله العظيم. ده كده الايسر بتاعه وده الايمن بتاعه. تعالى ناخد دي نركبها هنا، هتلاقي الكعبره جوه، ما تنفعش، عايزين الكعبره بره. خدها هنا كعبره بره، يبقى صح، يبقى هو ماشي مع اليمين لان كعبرته بره. خلاص يبقى ده ايمن. سهله ما تستصعبهاش، ما تزعلنيش منك. نفس القصه دي، ايهما منظر امامي ولا خلفي؟ الزند باين يبقى خلفي، تجويف الزند باين يبقى ده منظر خلفي، يبقى ده منظر خلفي. وطبعا التخينه دي الزند واللي جوه دي الكعبره عادي، ده منظر خلفي. الخلفي هو ببص دايما على العظمه اللي بره اللي هي الكعبره. الكعبره هنا على ايديك الايه؟ الشمال، يبقى دي ايسر، لان الكعبره على شمالك يبقى ده ايسر. ارسم لي واحد بجفاه. ده كده يمينه وده شماله. خلاص. خد ركبهم هنا هتلاقي الكعبره جوه، ما تنفعش، هنا الكعبره بره صح، يبقى تنفع يبقى هي شمال، يبقى هو ايسر. والله ما صعب، ما تفكرش صعب. طيب دي ده امامي ولا خلفي؟ بص التجويف مش باين، يبقى ده منظر امامي. ده منظر ايه؟ امامي. طب مين اللي مكعبره من تحت؟ دي الكعبره، ورفيعه اللي جنبها الزند. بركز مع الكعبره، قلنا خلفي هو امامي يبقى العكس، يبقى هنعكس الكعبره. وانت قاعد دلوقتي بتحضر حصه على ايديك الشمال، يبقى دي دراع يمين. يا دكتور اثبت لي. بص كده، بص شايف ابهام صميل مع كعبره صميل اليمين ماشيه مع الدراع دي، لكن الشمال مش هتنفع. لو حطيت ايديك الشمال مش هتنفع. بص هتلاقيها ماشيه كعبره الابهام مع كعبره اليمين، يبقى ده ذراع ايمن، وهو ده الدراع الايمن بس بعد ما لف. ده الوضع الصح لتشريح العظام متوازيه، لكن هنا ده لف، فدي هي اليمين بس بعد دوران الكعبره، بعد دوران الايه؟ الكعبره. طيب مفصل الركبه، المفصل ده الركبه، لازم تبقى عارف المفصل ده ايه. المفصل ده الركبه، ودي الرطفه، دي رطفه، ودي فخذه، ودي القصبه، ودي الشظيه. نفس القصه، ده الفخذه ودي القصبه ودي الشظيه. ده مفصل الركبه. اعرف منين مفصل الركبه منظر امامي ولا خلفي؟ بحاجتين. اولا النتوئين ما يبانوش كبار قوي غير من المنظر الخلفي، النتوئين الكبيران. بص تلاقي ادي نتو في تجويف، في نتو تاني باينين قوي ان في بينهم حتى فراغ، فده كده منظر خلفي. وفي معلومه تانية، ان الشظيه لا تظهر كامله الا من المنظر الخلفي. في المنظر الامامي متداريه مستخبيه، الشظيه لا تظهر كامله الا من المنظر الخلفي. بص الشظيه دماغها ظهرت كامله، طالما الشظيه ظاهره كامله يبقى ده منظر خلفي. لكن في المنظر الامامي الشظيه متداريه دماغها مش باينه، ده منظر امامي. وممكن يجيب لك الرطفه، لو جاب الرطفه يبقى سهلها، ما الرطفه من قدام.
يبقى تاني، وهتلاقي ان يعني لو حاش الرطفه هتلاقي، هوريك صوره هتلاقي ان التجويف مش باينه، النتوءين ما يبانوش جوه غير من المنظر الخلفي. يبقى اول ما الاقي النتوءين بارزين والشظيه باينه كامله يبقى ده من ورا خلفي. الشظيه لا تظهر كامله، اكتبها عندك، لا تظهر كامله الا من المنظر الخلفي. خلاص، زي روح الكلف، كلف ايه، زي روح الكتف، نتوءها في ظهرها، نتوءها في منظرها الخلفي. طيب يلا بقى نحل، عرفنا خلاص ده خلفي. الخلفي هو انا ببص دايما على العظمه اللي بره، قلنا قصبه داخليه وشظيه خارجيه. الشظيه وانت قاعد على ايديك الايه، اليمين، يبقى دي رجلين يمين. يا دكتور اثبت راجل مديك جفاه. يلا، مش عارف الراجل ده ايمن وده ايسر. خلاص، رجل يمين ودي رجل شمال. تعال ناخد دي نركبها هنا في اليمين. بص، قصبه داخليه وشظيه خارجيه، صح، لكن خدها وركبها هنا هتلاقي القصبه بره، غلط. يبقى دي دراع فعلا ايه، رجلين ايه، يمين. بص تركب هاتها وحطها هتلاقي القصبه جوه والشظيه بره، دي صح. طب يلا دي بقى، احنا قلنا دي خلاص منظر امامي لان الشظيه متداريه مستخبيه، فده منظر امامي، وفي رطفه فده منظر امامي. في الامامي بنعكس، ببص على الشظيه على ايديك يا قلبي الشمال، يبقى دي يمين، يبقى دي رجل يمين، رجل ايه، يمين. اثبت لي يا دكتور، ارسم يلا الراجل ابو عينين عشان تتاكد بس. ده ايسر بتاعه وده الايمن بتاعه. خد دي ركبها في اليمين هتلاقي القصبه داخليه وشظيه خارجيه، صح. ركبها في الشمال مش هتنفع، هتلاقي القصبه بقت بره، ما تنفعش. يبقى دي رجلين يمين، رجلين ايه، يمين. طيب وقف كده الفيديو واقعد بقى حل، يعني السلايد ده وده كلهم حل. وقف كده ومع نفسك كده وجرب شوف هتحل ولا لا. اولا ده مفصل الكوع، ده منظر ايه، الزند باينه يبقى خلفي، مش باينه يبقى امامي. وكاتبين لك البيانات طبعا، ده العضد ودي الزند المتجويف واللي جنبها الكعبره دي الزندها ودي، لا خلي السهم هنا، دي الكعبره. وهنا طبعا هنا كده الزند من فوق بتبقى كبيره، الكعبره في صغنونه. قلتها لك وفهمتها لك. طب عرفت يا دكتور المناظر ان ده امامي وده خلفي. يلا الخلفي هو ببص على الكعبره اللي بره، دايما ببص على اللي بره الكعبره وانت قاعد على ايديك الايه، الشمال، يبقى ده خلفي لايسر، ايسر. خلاص. طب يلا هناك الامامي بين قوسين كده بنعكس، الامامي بنعكس الكعبره. بص على الكعبره اللي هي هناك دي الكعبره عندك على ايديك اليمين، يبقى ده ايسر، برضه. اللي بعده تمام. المكعبره من تحت دي الكعبره ورفنوعه دي الزند. طب ده منظر ايه يا دكتور، ده منظر امامي. يا دكتور عرفت ان اصل مش لافه الايدين فده منظر امامي، اكيد امامي. خلاص، ما هي مش يعني مش هجيب لك هنا خلف وامامي غير لو باين لك الضوافر، انا ما اعرفش فاعتبرها امامي، الا لو جايب لي ايدين والضوافر باينه فدي يبان امامي او خلف. لكن هنا طالما مش جايب لك الضوافر، مش جايب لك مبين لكش ايه، يبقى خلاص اعتبرها امامي. خلاص. دلوقتي الامامي بنعكس عشان نفتكر. الخلفي هو امامي بيبقى العكس. هنا الكعبره على ايديك وانت قاعد، برافو، اليمين، يبقى دي دراع ايسر، يلا هنا هملس ناعم، يبقى ده منظر امامي لانه املس وناعم، امامي. يبقى الامامي بنعمل ايه، بنعكس. الخلفي هو امامي يبقى العكس. اللي عضد على ايديك اليمين يبقى ده ايسر، هم كلهم ايسر بس يعني ده للسسبنس يعني. هنا ده باين يبقى ده خلفي، نتوءها في ظهرها فده منظر خلفي. الخلفي هو العضد على ايديك الشمال يبقى دي دراع شمال، لا مؤاخذه يعني في الكلمه، ده دراع ايسر. ننزل يلا تحت، يلا ده مفصل الركبه، هنا مديك الرطفه، خلاص ده منظر امامي مش هتعب، امامي خلاص. لكن هنا ده منظر خلفي. بص منظر خلفي، بص البروزين باينين اهم، في بينهم فراغ تجويف، وادي باقي النتوئين، وتلاقي ان الشظيه ظاهره كامله شظيه. خلاص، هي الرسمه دي مش دقيقه قوي، المفروض الشظيه تستخبى، هنا الشظيه كامله فده منظر خلفي. الخلفي هو هنا الشظيه على ايديك الشمال يبقى ده ايسر. الامامي يبقى العكس، هنا الشظيه على يمينك يبقى ايسر. طب يلا نشوف ده. طيب التخينه الجصبه ورفنوع على الشظيه، دي رجلين، التخينه الجصبه ورفنوع على الشظيه، وطالما مش جايب لي ضوافر ومش ضوافر يبقى ده منظر امامي، هعتبره امامي، خلاص هعتبره امامي على طول. خلاص، التخينه دي الجصبه ورفنوع على الشظيه. الشظيه دلوقتي على ده منظر امامي يبقى العكس، الشظيه على ايديك الايه، اليمين، يبقى ده ايسر.
امامي ايسر. طب يلا هنا هعرف منين بقى يا دكتور؟ بص بقى هنا بقى، لو انت شايف العانه والورك والعجز من ورا، ده منظر امامي، ده منظر امامي. لكن هنا بص بص بص، ركز في هنا، هتلاقي مين اللي شايف وشك؟ شايف في وشك العجز، يبقى ده منظر خلفي. لو العجز يعني هنا جايب العانه والورك ده من قدام، ده منظر امامي. هنا في وشك هتلاقي العجز اهو، فده منظر خلفي. نفس القصه، الخلفي هو. هنا الفخذ على ايديك الشمال يبقى ده ايسر، هنا الفخذ على ايديك اليمين يبقى ده ايسر، لان الامامي بيبقى العكس. خلاص اشتغل انت بقى على دول، مش هضيع وقت الحصه في دول، اشتغل انت على دول. كل دول اللي قدام عينيك ايمن، جرب انت تحلهم، قول لنفسك ده منظر امامي ولا خلفي، ده يمين ولا شمال. عرفت تحلهم، هم كل ما انا غششتك ان كل دول ايمن، عرفت تحلهم تبقى فظيع رهيب عنيف. ما عرفتش تحلهم يبقى انت عيل منكوس لا مؤاخذه. تعالوا نحل سؤال اهو. يلا هنا ده ناعم املس، يبقى ده منظر امامي. اللي خلفي هو امامي، يبقى العكس، يبقى هنا هنعكس. العضو دلوقتي على ايديك وانت بتاخد الحصه الشمال، يبقى دي يمين. خلاص يبقى دي ذراع ايمن. هل ده منظر امامي؟ صح. للحزام الصدر الايمن؟ صح، يبقى دي صح. هل ده منظر خلفي؟ غلط. يبقى طبعا خلاص احنا قلنا ان هو ايمن وفهمنا. هل هو منظر خلفي؟ لا ده امامي ايمن. هل هو امامي ايسر؟ لا ده امامي ايمن. خلفي غلط اصلا. فكده الاجابه بتاعتك هتبقى الف. اتمنى تكونوا استفدتوا من الوضع السهل التشريح وتكونوا فهمتوه كويس. دمتم اغلى طلاب، اشوف وشكم على خير في محاضره جديده. مع السلامه، باي باي.